النهار بدأ والشوارع مليانة حركة. الناس ماشية، أطفال بيلعبوا، بائعين في السوق، ضحك وأصوات الحياة في كل مكان. وفجأة في الزحمة تحس بحاجة مختلفة، إحساس إن حاجة كبيرة بتحصل، حاجة مش واضحة بس بتحرك القلوب. من تونس لمصر لليبيا لليمن وسوريا، الناس بدأت تتحرك، شباب وطلاب، ناس عادية، أمهات وأطفال، الكل حابب يسمع ويسمع. في الساحات، في الشوارع، الناس اتجمعت، اتكلمت، ضحكت، اشتركت في لحظة واحدة، لحظة فيها أمل، فيها طاقة، فيها شعور إن الصوت بتاعك ممكن يفرق. الأم اللي شايلة طفلها، العامل اللي بيمشي في السوق، البائع اللي بيضحك للناس، كل واحد منهم جزء من القصة دي. الزحمة مستمرة، العربيات والدراجات تتحرك، الريح بتحرك الأوراق، كل حاجة حواليك فيها حركة وحياة. في الليل الشوارع بتنور بالمصابيح، الناس لسه في حركة، ضحك وخطوات، الكل حاسس إن اللحظة دي مختلفة، إنهم جزء من حاجة أكبر من أي واحد منهم. الربيع العربي مش مجرد كلمة، مش مجرد حدث، ده إحساس بالحرية، إن كل واحد يتسمع، برغبة في التغيير، حتى لو البداية كانت صغيرة، حتى لو الطريق طويل. الشباب بيحلموا بكرة أفضل، بيحاولوا يعملوا فرق، بيحسوا إن صوتهم مهم، والمدينة كلها بتتحرك معاهم. كل حاجة حوالينا بتحكي إن في أمل. الليل بيتقدم، الضحك مستمر، الحركة مستمرة، والأمل دايماً موجود. ده الربيع العربي، إحساس اتولد، تحرك وساب أثره، حتى لو النتائج مختلفة. اللحظة دي كانت حقيقية، كانت مليانة حياة، كانت مليانة أمل.